المتذبذب لمتوسط ميدان المنتخب الوطني الجزائري سفير طايدر مع الإنتر الموسم المنقضي جعله قريبا من الخروج من قلعة النيرازور خلال الصيف الحالي. إدارة الفريق تشرع الاثنين في مفاوضات مع نادي روبين كازان الروسي حول إمكانية تحويل طايدر إلى هذا الفريق سواء بصيغة البيع أو الإعارة، ما دام أن النادي الإيطالي مهتم كثيرا بالحصول على خدمات الفرنسي يان فيلا من الفريق الروسي. وكان طايدر قد فشل في الرفع من أسهمه مع المنتخب الجزائري خلال كأس العالم بفشله في الحصول على مكانة ثابتة ضمن كتيبة حليلوزيتش، مثلما كان عليه الحال في ناديه الإنتر حين عجز عن إقناع المدرب والتر ماتزاري بإمكاناته رغم بدايته الموفقة في بداية الكالتشيو.